بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى مع بعض النهارده بسكوت للشاي كده، ايه بعد الفطار كده في السهرة نشربه مع كوباية شاي، حاجة كده جميلة. مكوناته سهلة وبسيطة خالص، كلها في الخلاط. جبت هنا الخلاط، حطيت نص كوباية من المية ونص كوباية من الزيت ونص كوباية من واحط بقى شوية فانيليا كده عشان الريحة كده والطعم، ولو عندك ممكن بشر برتقال ممكن تحطيه، يبقى بالبرتقال جميل اوي. هضربهم بقى في الخلاط ضربة بقى كويسة اوي لغاية ما لونه يبقى فاتح والسكر يدوب خالص. وبعد ما ضربته كده جبت بقى طبق وهحط الخليط. طبعا كل دقيق بيختلف في امتصاصه للسوائل، فانا هنا اخدت كوبايتين وربع من الدقيق. فانتي بقى ايه تحطي بقى نص كوباية ونص كوباية، وانتي بتحطي حطيت رشة ملح كده ايه على الدقيق. احط نص كوباية واقلب، احط نص كوباية واقلب عشان القوام يتظبط معايا. واقوم ضايفة بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من النشا وحطيت معلقتين كده من لبن البودرة، بيخلي بقى طعمه حلو قوي. ممكن تحطي كاستر لو عندك. والعجينة هي ما بتلزقش، يعني تبقى ملمومة كده وما تلزقش في ايدك بس، وما بتتعجنش بقى، ما تعجنهاش يعني ايه، لميها كده من غير عجن. العجينة بتبقى طرية وناعمة. خلصتها كده اقوم مغطياها وحطها في التلاجة ايه تلت ساعة. بعد كده اقوم بقى مطلعاها من التلاجة ومسكها بقى ايه، حطيت كده رشة دقيق على البلانش دي على النشابة دي، واقوم رايحة بقى ايه فردها بقى فردة رفيعة اوي، يعني بسمك البسكوت. هفردها هنا شكل مستقيم، قصدي على شكل مستطيل يعني، واخلي السمك بتاعها رفيع اوي. وابدأ بقى اظبط المقاس واقطع باي حاجة بقى، قيسي بقى عشان يبقى البسكوت كده شكله بتاعك قد بعضه والسمك بتاعه قد بعضه. طبعا بقطع والزوايد برجع المها كده زي ما انتوا شايفين كده، وارجع افردها تاني واقطع تاني، وهكذا لغايه ما خلصت كل العجين. عملتهم بقى هنا في صواني ألمونيا وحطيت فيهم ورق زبدة، واقوم رايحه بقى رصهم فيها كله. طبعا اعملي الشكل اللي انت عاوزاه، بس انا حبيتها تبقى شكلها زي اللي بره شويه، فعملتها بالشوكه كده من غير اي قطعات ومن غير اي حاجه. واقوم رايحه بقى مولعه الفرن على درجه حراره 175 كده، تاخد لون من تحت. هي لو الفرن بتاعك بيوزع كويس هتاخد لون من تحت وفوق مره واحده، لو ما اخدتش لون من فوق ولع عليها الشوايه شويه.
خدت بقى اللون الحلو ده طلعتها. طبعا لو جيتي تشيليها الوقت هتلاقيها لازقه سنه، فانت تسيبيها تهدى، اول لما تشيليها هتشال كلهم. احلى بسكوت بقى شاي مقرمش وطعمه يجنن بجد، جربوه هيعجبكم قوي وهيعجب اولادكم جدا يعني. شوفوا دي عشان كنت لسه بطلعه اول ما طلع. جربوه بقى وقولوا رايكم، واستنونا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وما تنسوناش بقى من الدعاء، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.